بابا العلوج أديبة وفنانة تشكيلية. آه، أنا كنت فرحانة لأن الرابطة ديال الكاتبات ديال المغرب تحت القيادة ديال بديعة الرادي عرضوا عليا كي كاتبة لهذا المؤتمر المهم ديال إفريقيا، وطلبوني باش نقدم اللوحات ديالي لأن كنتكلم على سيدات العالم وعلى الأيقونات في صيغة المؤنث. وأنا كنبغي هذا العالم كله يكون حاضر، ومنين نوصلوا لسيدات العالم، سيدات العالم قدمت لوحات، ولكن كي بديت الفن كان عندي 17 عام، ولكن ما كنتش نصبغ يوميا ولا كنكتب يوميا، لان كانت عندي حياتي الخاصه اللي ما كتخلينيش ناخذ وفرحت لان فعوت اللي نديرو في ذاك الوقت ما كانش باقي ما عندي تجربه، وهذه التجربه ديال الحياه والسفرات اللي درت والقراءات اللي درت والمتاحف اللي زرت في العالم في الرحلات ديالي هما اللي عطاوني هذيك لا نوريتور باش من بعد ملي كنكتب شي حاجه ولا كنرسم شي لوحه دائما من اعماقي كيخرج داكشي انسبيراسيون. غادي نقول لك هذاك الشيء حال بحال الحال دابا، بحال دابا الدار عندها وقتها لا بد، ولكن بعض المرات احنا كنا كيكون عندنا شي واحد كيساعدنا في الدار، ومن بعد انا ملي كيكون الوقت ديالي، لان ملي كندخل على اللوحه الوقت ما كيبقاش، الزمان كيوقف، وانا اللوحه ديالي ملي كنرسم، ولكن ملي كندخل لواحد اللوحه كنقبط وقتي كامل، لان بعدا هذا الشيء كنديرو بحب، ومني كنقبط وقتي انا كنسى راسي، يقدر ما نتغدى ما نفطر ما نتعشى، ما حدني انا في هذاك الابداع، ولكن لو بانسو ديالي راه كيكتب واحد القصه، وملي كنوصل للكتاب كنلقى راسي، لان عندي بزاف ديال لي زيماج، كنلقى راسي بان انا رانا جالسه عاوتاني بالقلم ديالي راني كنرسم. طبعا انا كاتبه وفنانه تشكيليه وما نقدرش نفرق بيناتهم لانهما متحدين. حاليا انا كنعيش في الدار البيضاء، والاصل ديالي من فاس، على ديك الشيء درت انوماج للفهريه تونسيه في الاصل، جات سكنت في فاس، ولات من المحسنات الكبار، لان هي اللي عطات القرويين، وهنا بحال اللي كنشوفوا في اللوحه، بحال اللي كنقول لك انا كنكتب القصه ديال فاطمه الفهريه. جاها الرزق من باها ومن عمها، ولدت جوج الاولاد، ومن بعد ولات محسنه، وعطات هذيك الخزينه لفاس، وها هما التلاميذ خارجين من الخزينه فرحانين، لان العلم نورت العلم وسهلت الامور ديال العلم. حديد، زهره حديد، هي في الاركيتكتور، هي اللي صوبت لو تياتر ديال الرباط، راه مشهوره، وراه كانت من العيالات مقتدرات، داكشي اللي كانت كتصنع من الراس ديالها عجيب، و كانت كتبغي، هي كانت بحال اللي كيقولوا une femme douce mais avec un gant une main de fer، بحال اللي قالت تاتشير une main de fer dans un gant de velours. مرأة عارفة الطريق ديالها ووصلت للعالمية ودارت دي زاركتيكتور فيوتوريست اكستراوردينير. ما تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا كل جديد.